متولي، يلا يا حبيبي اصحى، الوقت اتأخر. متولي، صباح الخير. صباح النور. يلا عشان تنزل تروح شغلك. لازم اروح الشغل النهارده؟ الوقت اتأخر. الوقت اتأخر؟ لسه بدري، بجد لسه بدري. لا مش لسه بدري، احنا بقينا الظهر. اديني واحدة. ايه بقى انت طالع بقى؟ اديني واحدة. وقعت من على السرير. بس اما كان حتة حلم. الجعان يحلم بقفة عيش. فوق كده متولي. صباح الخير يا شباب. يا ابني مش واخد بالك وانت نايم بدل ما تهبط كده. وانا كنت واخد بالي ان انا نايم. يو كمان مفيش ميه؟ خلص اللي جوه، حرام عليك، بقالك اكتر من نص ساعه.
هو مين اللي جوه؟ الشيخ حنفي. لا يبقى مفيش فايده، اروح الجامع انا بقى. لما انت تروح الجامع انا اروح فين يعني؟ أعلنت إشارات ضبط الوقت 7:30 في القاهرة. صباح الفول يا رجاله. ايه يا زينو؟ ما توسع شويه يا اخي وخف البرميل ده عشان يبقى لنا مكان جنبك. كفايه انا بقى يا متولي، حتى امبارح ما فطرتش غير 3 رغيف وطبقين فول. كده ترغيفه وطبقين فول؟ لا 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 ده قليل. وبعدين انت وشك اصفر، لازم تروح لدكتور يديك حاجه تفتح النفس. حلوه. قول لي يا زكي افندي، الجرايد كاتبه ايه النهارده؟ ما جبتش جرايد، تصوروا الجرايد سعرها يزيد 3 ساغ مره واحده. احسن عشان يرحمونا. يعني هتقرا فيها ايه؟ انت قلت ايه؟ احسن عشان يرحمونا، يعني هيقرا فيها ايه؟ معاك حق يا زينو، اللي بيقولوه النهارده قالوه امبارح وهيقولوه بكره. المهم يا متولي ما تتاخرش الاربع اللي جاي. ايه خير يا زكي افندي؟ شوفوا فردوس بنتي. انت خلفتي تاني يا زكي افندي؟ انت مش هتبطل بنات بقى. يو يا متولي هو بايدي 4 بنات والواد مش راضي يجي. خد يا زينو مكمل انت قبل ما تروح للدكتور كده. طب افرض يا زكي افندي، افرض يعني بدل ما يجي لك ولد جالك كومي. ابصر بيه. ربنا يسعدك. الله يلا يا عم نهارك فل. نهارك زي القشطه. سلام. استنى متولي اوصلك بالتاكس. تاكسي؟ لا يا عم انا احب اتمشى عشان اهضم الفول، ما تعمل زيي. طب والتاكس؟ امشي قدامه واسحبه وراك. صباح الخير يا صباح. يسعد صباحك يا سي متولي. جاهزة بخدمة؟ وبعدين معاكي بقى لو يكون حد فايت تقولوا ايه امال؟ يا اخويا قولوا اللي يقولوه. هو الحاج سلامه خلص فطاره بالهنا والشفا الحمد لله. وزمانه بيشرب الشاي يا متولي. متولي استنى يا متولي. متولي استنى. بس انت لسه ما كملتش اكلك يا حاج. نحمده ونشكر فضله. سي متولي على الباب. خليه يدخل. استنى يا بنت. متولي ادخل. صباح الخير يا حاج. صباح يسعد النور. صباحك. اقعد كلك لقمه. الف حمد وشكر، انا فطرت الحمد لله. يا متولي انت عامل دايما تكليف كده يا اخويا، خير ربنا كتير. ربنا يزيدكم كمان وكمان، بس عدم المؤاخذه يعني انا لو ما فطرتش كل يوم على عربيه الفول بتاع الواد مدني بيزعل مني قوي. على رايك يا متولي، الواحد نفسه في قدرة فول كده يفطر منها زي زمان. وزي زمان ليه يا حاج؟ احنا فيه اجيب لك عربيه الفول وعليها القدره واعمل لك حته طبق فول يستاهل بقك. على رايك يا زبيده. يلا بقى صب الشاي لمتولي خليه يروح يشوف شغله. لا معلش يا حاج انا هشربه هناك. الله يا واد اقعد اشرب الشاي، هي الدنيا طارت. طب اجيب لك حته بسبوسه تحلي بيها بقك. ربنا يحلي ايامك يا ست الكل، بس حقيقي مش قادر اكل. عرفت هتعمل ايه النهارده؟ اللي تؤمر بيه يا حاج. احنا عندنا كام توب دمور؟ 3.5. والبفتة؟ يعني يجي 2 وربع. هبعت لك 5 دمور و4 بفتة تمشي نفسك بيهم. المفاتيح يا متولي. تسلم ايدك، ربنا يفتحها في وشك دايما يا ست الكل. يا رب. خط سير حضرتك ايه النهارده؟ انا يا سيدي خط سيري هروح شارع السد، هحصل قرشين من الحاج حامد والحاج ابراهيم، وبعدين اطلع على البنك واجي لك المحل. توصل لنا بالسلامه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الهي يفتحها في وشك يا متولي. سي متولي. سي متولي. ايه حكايتك يا صباح؟ وانا كل ما اجي خارج من عندكم من البيت تجري ورايا وتندهي عليا بصوت واطي، عايزه ايه؟ وبتوطي صوتك ليه؟ يوه يا متولي خايفة. ايه خايفه من ايه؟ تعالى بس تعالى. تعالى. خايفة الست زبيدة تسمعنا. طب وافرضي سمعتني يعني؟ لا 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 يا متولي كله الا كده. ايه اصل ده؟ ايه كله لا كده؟ اصل الست زبيدة موتها وسماها الحاجات دي. الحاجات دي؟ انهي حاجات دي؟ ما تفسري كلامك يا بنت. الحب يا متولي. حب؟ انهي حب؟ يوه اللي بيني وبينك يا متولي. يخرب بيتك، مين اللي قال ان في بيني وبينك الكلام الفارغ ده؟ اسمعي، اوعي تكوني عايزه ترمي بلاكي عليا. اخس عليك يا متولي. صباح بقول لك ايه، اصطبحي وقولي يا فتحي عليم. قلت. طب انا كمان بالاذن. استنى بس يا متولي ما تبقاش حمقي كده، الكلام اخد وعطا. ايه اخدي وعطا دي؟ هي بيع وشروه؟ وبعدين العمال ملطوعين في المحل اللي تلاقي بوزهم بقى شبرين. السلام عليكم.
اعمل ده بدالك. بس هتروح مني فين؟ بنت يا صباح. يا اختي ما تتهدي بقى. حاضر حاضر، انا جايه اهو. صباح الفل يا متولي. صباح الخير يا رجاله. صباح الفل يا متولي. لا مؤاخذه اتاخرت عليكم. برضه تأخيرة دي لقطعة وانت الصادق. ده لو كان بيفطر على الحاج ملازه وراه وسايبنا احنا متلقحين هنا. استبح منك له. بقول لك ايه يا شوقي انت وعكاشه، لو عندكم كلمه لموها جوه بقكم وانا مش ناقص شيل الحديده يا فندم. حاضر اهو. ولا بندق هات لي واحد شاي كشري. خليكوا اتنين. ما شربتوش ليه قبل ما تيجوا؟ يعني ايه يا متولي؟ يعني احنا جايين نشتغل مش نشرب شاي. يلا هم انت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله. كفايه بقى يا زبيده، هو انا رايح اخطب يعني؟ انا نفسي يا حاج الدنيا كلها تحكي وتتحاكى على قبهتك وشياكتك. مش خايفه يعني لو واحده ست حلوه تحط عينيها عليا وتخطفني منك؟ لا يا اخوي، طول ما انت بتحبني مش هخاف ابدا. تسلمي لي يا احلى زبيده في الدنيا. مش عايزه حاجه ابعتها لك؟ لا يا حاج، لما عاوز حاجه هكلمك في التليفون. انت هتروح المحل الساعه كام؟ مش مهم اكون موجود، عندك متولي، اطلبي مني اللي انت عايزاه وهو يشيعهولك. النبي يا حاج، احنا بنتعب الجدع ده بشكل. متولي ده زي ابني، ده انا مأمنه على بيتي وعلى مالي. حق يا حاج، الجدع ده لا يمكن تلاقي في اخلاصه ابدا. انت عارف انا بدي ايه؟ بدي اجوزه. وهو عايز يعني قالك؟ هو ما قاليش، بس انا شايفه بيكبر والقطر يمكن يفوته. طب يلا يا اخويا، هتتاخر على شغلك وانت كمان القطر يفوتك. فاشر، ده انا دايما بوصل في ميعادي والقطر هو اللي بيستناني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا يا رجب، اركن العربيه. اتفضل يا حاج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا حاج. لا انا حاج نورت. بصراحه بقى اللون ده خايل عليكي، كانه معمول ليك انت بس. طب اقطع لي منه 5 امتار بس، بحبح ايدك شويه. شويه بس؟ قولي شويتين 3. انا ليا بركه الا انت. انا كمان ما برضاش حد يقطع لي القماش غيرك انت يا سي متولي. وانا ليا بركه الا انت. تسلم يا اخوي. حسين. حسين. ايوه متولي. اقطع لها 5 متر من دول وبحبح ايدك. من عينيا. البنات والفلوس يا حاج. الواد سيد بعت لك الدمور والبفتة؟ ما احنا شغالين منه من الصبح، هو اللي ناقصنا كام توب مشجر. طيب بعد ما تخلص يبقى خد مفتاح مخزن الحلمية وهات منه اللي لازم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. امال فين سي متولي؟ واموري انا تحت امرك. الله، هو سي متولي مش موجود ولا ايه؟ حتى انت عايزه متولي؟ متولي، في زبائن عايزينك. يا اهلا يا اهلا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اتفضلي. ما قلت لك ادع كاشه ريح نفسك. الظاهر دينا مش عاجبين. عايزين زيت وخل وشكارة رز وصابون غسيل المواعين. ايوه يا حاج، وصلت بالسلامه؟ الف حمد لله على سلامتك. طب احنا عاوزين زيت ازازتين زيت. ايوه من اللي احنا بنجيبه، ما هو الواد متولي عارفه. واللهم صل على النبي. خل وازازتين خل شكارة رز وشكارة رز وكمان يا بنت وصابون غسيل المواعين. وصابون. هات لنا 10 حتت صابون لغسيل المواعين. عايزه حاجه تانية يا بنت منك؟ لا خلاص، بس قولي للحاج يقول لمتولي ما يعوقش، لحسن احنا لحد دلوقتي لسه ما عملناش اي حاجه. طب اتحط. طيب يا حاج، متشكرين قوي. مع الف سلام. مع السلامه. انا عايزه افهم يعني هو الواد كان بيعوق قبل كده ولا انت عاوزه تتهمي الجدع وخلاص؟ انا وانا اقدر اقول لمتولي تلت التلاتة كام؟
ده كان حتى الحاج يزعل مني. اي والله يا بت، ده روحه فيه، ده بيعامله كانه ابنه، ما هو اللي مربيه. بقول لك يا ستي، مش تتجدعني بقى وجيبي حته عيل للحاج عشان يفرح بيه. وبعدين معاك يا بت، انا مش قلت لك 1000 مره ما تجيبيش السيره دي تاني؟ واد يا شوقي. ايوه يا حاج. خد هات الطلبات دي من عند شيخ البقال عشان توصلهم البيت، متولي هيتاخر النهارده. عينيا يا حاج. بنت يا صباح، انت يا بنت يا بنت البرك. نعم يا ست زبيد. لا، ما انت سامعه الباب، ما تروحي تفتحيه. ده تلاقي متولي جايب الحاجه. ما انا عارفه ان متولي جايب الحاجه، روحي يا اختي افتحي له، زمانه شايل على قلبه. يلا روحي. الله. صباح الفل. امال فين متولي؟ وده وقته يا صباح. طب قولي صباح الخير الاول ودخليني بالحاجات التقيله عليا دي. صباح الخير، ادخل ادخل. حاسب. صبوحه، احط الحاجات دي فين؟ هتطلعها فوق الاول يا الدلعادي وبعدين اقول لك تحطها فين. بقول لك يا صباح، ما بلاش حكايه فوق دي وخلينا تحت شويه. هو ايه اصله ده؟ تكونش عايز ان انا اللي اطلعها وينهد حيلي؟ مش قصدي يا بنت صباح، سلامة حيلك يا جميل. انا قصدي يعني نقف حبه هنا تحت عشان اتكلم معاكي شويه. اسم الله، نتكلم فيه بقى ان شاء الله. ما عنديش كلام اقوله لك، وبعدين انا مش فاضيه، ورايا شغل، وبعدين الست تقول ايه؟ يلا يا اخويا فوت قدامي. طب اطلعي انت الاول عشان الحاجات تقيله عليا وانا همشي بشويش. على مهلك يا شوقي. اهو يا ساتر، ده انا حيلي اتهد. ما تشيلي الحاجه يا بنت عن الجدع وتدخليها المطبخ. وما يدخلهاش هو ليه؟ اشمعنى متولي؟ الجدع بيشيل قد كده مرتين وعمرنا ما سمعنا منه كلمه. يلا يا اخويا فوت قدامي يلا. ماشي يا صباح. لسانها زي الفرقله. على مهلك. طب ساعديني، خدي مني. يا اخويا عليك يا شوقي. بقول لك يا بنت صبوحه، قلقيش عنك لا مؤاخذه حاجه ساعه باللي بيها ريق اللي انت نشفتيه ده. انت لسه هتقعد وتتضايف؟ ايه يا صباح، ايه المعامله اللي زي الزفت دي؟ الله، ما تروق الانان يا جميل. اشمعنى متولي يعني؟ بقول لك ايه، وريني عرض كتافك. يلا يا اخويا، ورايا شغل مش فاضيالك. يلا. ماشي يا صباح. ماشي. شوقي، نعم استهانم. خد دول يا شوقي. من يد من عدمها استهانم. بقول يعني استهانم يلزمش ايته خدمه تانية. لا يا سيدي، متشكرين، مع الف سلامه. طب بتبص على ايه؟ انت لسه هتقف تبص؟ يلا يا اخويا وريني عرض كتافك، مش فاضيين. بس وانت خارج بقى في باب السكه وراك. يا بنت صباح، ايه دمك تقيل ليه النهارده؟ قافله معايا ليه؟ الله، الحق اعلان انا شربت الحاجه ودخلتها جوه زي ما قلتي. متشكرين يا اخويا، سعيكم مشكور. يلا يا اخويا وريني عرض كتافك. يلا يا اخويا. ماشي يا صباح. يوه. ماشي يا صباح، ماشي. يلا. ليكي يوم برضه. ماشي. يوه. تجميله بتقل دمك. انا عارفه الحاج بعت الراجل ده ليه. مشي اهو غار. وحياتك يا ستي تبقى تقولي للحاج ما يبعتش الرزق ده تاني. ده من ساعه ما دخل ما نزلش عينه من عليكي. نعم يا اختي، ما نزلش عينه من عليا. طب ادخلي يلا شوفي هنطبخ ايه. يلا. ايه خير يا حاج؟ ماشي بقى النهارده، كفايه كده، تعبان شويه. ايه الف سلامه، تحب اجي اوصلك؟ لا مش الدرجات دي، الكم مشوار اللي عملتهم النهارده هدوا حيلي. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامه يا حاج. الف سلامه. مع السلامه يا حاج. الله يسلمك. مع الف سلامه يا حاج، في حفظ الله. شوف يا اخويا المحلطه بتاعت الواد. ما انت فاهم ايه يا ابني؟ ده واكل عقله كله. يالا تعرف يالا، الواد متولي ده مش واكل عقل الحاج وبس، ده واكل عقل الحاج وعقل الست بتاعته وعقل البت الشغاله البايصه اللي عندهم اللي اسمها صباح. طب تصدق بايه؟ النهارده بقى الصبح وانا بوصل الحاجه البيت، هات ودنك احسن الواد حسين يسمعنا وده جدع قفل. طلعت توصل الحاج لحد باب البيت. اتفضل يا حاج. السلام عليكم. مع الف سلامه.
ما يلزمكش اي حاجه للبيت. في امان الله. يا متولي ايه؟ يعني الحاج مروح بدري النهارده. لا ده رايح يقابل واحد زبون. هو تعبان ولا حاجه؟ تعبان ده ايه؟ تف من بقك. الحاج زي الجمل. ربنا يخليه لينا. بس جمل ما بيبركش. نصلي على النبي يكسر. عليه الصلاه والسلام. اطلع انت يا صباح نازله ورايا ليه؟ انا كنت عايزه اتكلم معاك كلمتين. وبعدين معاك يا بنت الناس، مش هنخلص من الموال ده. انا خايف الحاج يا ست زبيده يفتكروا ان في بيني وبينك حاجه كده ولا كده لا سمح الله. خص عليك يا متولي، انت ليه كلامك معايا دايما واقف كده؟ انت فاكرني ايه؟ راميه جتتي عليك؟ لا لا سمح الله. انت مش نفسك تاخد اللي تستاهلها وتخليك عايش متهني؟ يا بنت الناس سبق وقلت لك 100 مره انا راجل على باب الله ومش قد جواز. حرام عليك اللي بتعمله فيا ده يا متولي. هو انا مش عاجباك ولا ايه؟ طب ده غيرك يتمنوا الرضا بس. لا اله الا الله. هو الجواز بالعافيه؟ يا بنت الناس ابعدي عني وشوفي اللي يتمنوا رضاكي. للدرجه دي كريم يا متولي؟ كل ده عشان بحبك تقوم تبهدلني البهدله دي كلها؟ طب ده المثل بيقول من رادك ريده ومن طلب بعدك زيده. اعمل لك ايه؟ ما انت مش عايزه تفهميني. بعدين كفايه عياط. طب هات منديلك عشان امسح عينيا. اتفضلي. على العموم مع السلامه. بيني وبينك ربنا يا متولي يا ابن عيشه. طب هاتي المنديل. لا خليه معايا عشان لما اعيط امسح بيه دموعي، ولا مستخسر فيها حته المنديل كمان؟ لا يا ستي مش مستخسر، بس عمايلك دي هتخليني احرم اجي البيت ده تاني. تعالى هنا. انت ماشي من غير ما تقولي تصبحي على خير يا صبوحه؟ تصبح على خير. اهو هو ده. انا نفسي افهم يا حاج، انت ليه بعت الواد اللي اسمه شوقي؟ ما بعتش متولي ليه؟ متولي كان بيجيب بضاعة. ليه حصل حاجة؟ انا بصراحه ربنا ما بستريحش للواد اللي اسمه شوقي ده. هو واد رخم ودمه تقيل لكن غلبان. غلبان؟ والغلبان ده بقى مش كده يبقى عينه من كسرة ويطاطي في الارض ما يقعدش يبحلق للستات اللي قدامه؟ قولي لي عمل ايه وانا اقطع لك دبره ودبر اللي خلفوه. البت صباح بتشتكي منه، بتقول انه كان بيعاكسها بكلام مش كويس كده. معقول يعمل كده ببيتي؟ اهو ده اللي حاصل. دي كانت هتتخانق معاه حته دين خناقه لولا انها خافت من الفضايح. اي والله. لا حول ولا قوة الا بالله. الكلب ده متجوز وعنده كم عيال على رأي المثل، الا وعامل قناطة. سبحان الله. مع ان متولي مش متجوز، انما والله عمره ما قام عينه فيا الا يكلمني كده يا حاج وهو عينه في الارض. اي والله محترم. ده البنت صباح عندنا بقالها يجي سنين اهي عمرها ما اشتكت منه ابدا. ما انا ما اقدرش ابعت لك متولي كل يوم يقضي لكم الحاجة وهو شايل محل على دماغه. ما انا كمان يا حاج اخاف من المشاكل. البنت صباح بنت بنوت وولاد الحرام كتير. خلاص اطمني، الواد شوقي مش هيعتب البيت ده تاني. جاته داهية في سحنته. ايوه كده. الله. تصبح على خير يا شلبي. انت من اهله. بقول لك ايه، ابقى اتغطى كويس، مش كل شويه تقع من على السرير وتتهبد. بس يا رب كل حلم ينتهي على خير. خالتي خالتي خالتي. ايه يا بنت اللي جابك؟ العواف يا خالتي. يعافيكي يا عين خالتك. تو ما افتكرت يا بنت ان ليكي خاله.
تلاقيكي جايه في مصلحه، ما انا عارفاكي بالرويه زي امك. هو انت كل ما تشوفيني سمعيني الموشح ده؟ انا قصدي كل ما اقرب لبيتك الاقيكي عامله زار، تقوم جدتي تتلبش اروح راجعه تاني. دستور دستور. ياني لو تيجي يا بنت وتحضري الحضره اللي انا بعملها وتنزلي دقه الست ميمونه، ساعتها العكوسات بتاعتك كلها تروح وتبقي كده فل الفل. وتاني يوم تاني يوم ده ايه، في نفس اليوم تلاقيه جالك يجري ركع تحت رجليكي قالك شبيكي لبيكي عبدك وملك ايديكي. يا ريت يا خالتي، يا ريت يا ريت يا ريت ده ايه. ثم تعالي هنا بقى يا بيت، ما انتش عارفه الجرجريل اللي اسمها زبيده دي لحد هنا. والست زبيده هتيجي هنا تعمل ايه؟ دي ست متهنيه 24 قيراط، يا ريت بس اوصل لربع اللي هي فيه. تقدري يا بيت، شككيها ان جوزها بيبص لواحده تانية، ساعتها الغيره ايد فيها نار تشعلل كده، لما تشعلل قولي لها دواكي عندي خالتي جواهر. ده انا لو حلفت لها على الميه تجمد مش ممكن تصدق ابدا ان الحاج ممكن يبص لغيرها. بقول لك ايه، خليكي في بلوتي، انا جبت لك اللي قلت لي عليه. هو انا كنت قلت لك على ايه يا بيت؟ تعالي نشرب قهوه بيضه تعالي. يو يا خالتي، هو انا عيله صغيره عشان اشرب ميه بسكر؟ دستور اعفوا عنها، جاهله وغشيمه وما تعرفش يا بنتي. دي القهوه المزاج العالي بتاعت السياد، حاجه كده بيضه ميه بسكر، وبعدين هتغلطي ما يخرجوكيش من هنا سليمه. يا لهوي دستور بقول لك ايه، انت هتوقعي بيني وبين الاسياد. لا بقول لك ايه، انا جبت لك ايه، قطره منديل بحاله. شوفي شغلك بقى. انت قلتي لي ام اسمها ايه؟ ايه قلة الادب دي؟ انت بياع ولا مبصبصات؟ انت فاكرني ايه؟ جرايه يا ست، انا جيت جنبك ولا لمستك؟ وتلمسني بتاعي اما الحياه صحيح. خلاص يا ست هانم حقك علينا، هو ما يقصدش، بس هو هزاره تقيل حبتين. ويهزر معايا ليه وانا اعرفه ولا يعرفني؟ طب اهدي بس كده، ايه اهدي، حصل خير وانا تحت امرك. طلباتك ايه؟ مش عايزه حاجه، والمحل ده انا مش هعتبه تاني، عن اذنك يا استاذ. عاجبك كده؟ بقى دي طريقه معامله زباين؟ خلاص بقى يا متولي لم الموضوع، شوقي ما غلطش، وبعدين لا مؤاخذه يعني وبصريح العباره، البت هي اللي بتتلكك على شوقي. ليه؟ حد ضربها على ايدها؟ البيع والشراء ليه اصول. ايوه، وانت بقى اللي هتعلمني الاصول دي يا سي متولي، مش كده؟ ايوه، انا اللي مسؤول عن المحل ده ويهمني سمعته. سيبه المره دي يا متولي، هو عارف غلطه. يسيبني ده ايه يا حسين؟ ثم انت ايش حشرك انت مالك انت؟ هو كان يا ابني يقدر يعمل لي حاجه؟ انتوا ناسين مين متولي ده؟ كمنه يعني بيتحمى في صاحب المحل وشغل له خدام هو ومراته. طب وربنا العظيم وربنا العظيم اوعى ايه المسخره اللي بتحصل دي؟ تعالى يا حاج شوف الصبي بتاعك عامل لنا متفرج علينا ليه بقى؟ في ايه يا متولي؟ خلاص يا حاج، هم بس شدوا مع بعض في الكلام شويه وبعدين خلاص. في ايه يا شاوي؟ ابدا، هو غلس مع زبونه فاضطر صوتها يعلى يعني. يا سلام يا اخوي، ما انت عمال تغلس مع كل الناس اللي بتخش المحل، ولا هو حلو ليك انت ولينا احنا وحش يا حاج؟ طب اتفضل يا حبيبي، خد حسابك ورينا عرض كتافك. ايه ده؟ يعني ايه يا حاج؟ يعني مالكش شغل عندي. حقك عليا يا حاج، حقك عليا. معلش سامحوا المره دي عشان خاطري. لا وراكم لحم. لا 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 يا متولي، اللي قال مالوش شغل عندي هنا. بس هو حاسس بغلطه يا حاج، مش انت غلطان؟ اعتذر يا حاج. ايدك يا ابو سعد، انا غلطان لك يا حاج، انا غلطان لكم كلكم رجال. حقك عليا يا متولي، حقك عليا يا اخويا، حقك عليا يا حاج والنبي. عشان خاطر متولي بس المره دي، لكن بعد كده مش هعتقك، انا عرفان منك لحد هنا. اتفضلوا روحوا شوف شغلكم، كل واحد يروح يشوف شغله، اتفضلوا. تعال معايا متولي، انا عايزك. مش قلت لك الحاج هيجي في صفه؟ ما صدقتنيش، اشرب. طيب يا متولي، طيب يا متولي يا سعيد، انا وانت والزمن طويل، ان ما شفيت غليلي منك ما بقاش شوي. انت ما تعرفش يا شلبي انا بتعب في الشغل عند الحاج سلامه قد ايه. لا هو انت مش بتاخد اجرتك؟ اجرتي هتعمل ايه في الزمن الاخضر اللي احنا فيه ده؟ العيشه كل يوم بتولع اكتر واكتر. ما هو الحال ده على الكل يا صاحبي، المهم انك تقول الحمد لله وتبوس ايدك وش وضهر. ما قلناش حاجه، بس الواحد لازم يبص لقدام. انا مش فاهم انت بترمي ايه؟
قول لي يا شلبي، الناس الاغنياء بقوا اغنياء ازاي؟ يا اخويا قول لي انت ازاي؟ يا صاحبي دي اراده ربنا، وهو اللي بيوزع الارزاق، واحنا كل اللي علينا اننا نحمده ونشكر فضله، وان شكرتم لازيدنكم. الف حمد والف شكر. بس اراده ربنا دي بيعمل لها سبب. عمرك سمعت عن واحد فقير بات صحي الصبح لقى الفلوس بالكوم على السرير؟ يا صاحبي الناس بتشقى وبتجتهد، وفي الاخر كل واحد بياخد نصيبه، وقال على راي المثل اجري يا ابن ادم جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش. يا شلبي ما حدش جري الوحوش قدي، ولا بيتعب في الشغل قدي، وفي النهايه بحصل ايه يعني؟ في سكك تانية نهايتها فل ونغنغه. اعوذ بالله. لا انت قصدك ايه؟ لا مش اللي في بالك يا صاحبي، حد الله ما بيني وبين الحرام، لا انا اقصد الحلال. مش فاهم. يعني افرض يعني لو ربنا رزقك بواحده غنيه متريشه معاها قرشين، انت مثلا لو كنت اتجوزت واحده غنيه كان هيبقى ده حالك. ما هو اللي ياكل بلاش ما بيشبعش يا متولي، وبعدين انا الحمد لله راضي باسمتي ونصيبي، والست الغنيه اللي انت بتقول لي عليها دي لو كنت اتجوزتها مش جايز كانت نكدت عليا وذلتني بفلوسها. وليه ما كانتش تهنيك وتسعدك؟ ده انت غريب يا شلبي. طب هنروح بعيد ليه؟ عندك الست زبيده مرات الحاج سلامه، ساعه ما اتجوزها ما كانش حالته حاجه، هي اللي كان معاها كل الفلوس، وبفلوسها بس بقى الحاج سلامه اكبر تاجر قماش في السوق. ايه ده؟ لا انت هتعمل راسك براس الحاج؟ لا ده الحاج سلامه طول عمره مخه كبير قوي، قدر يشغل فلوس مراته ويزودها الطاقة 10، ما عملش زي الرجاله ولاد الحرام اياهم وقعد يبعزق في فلوسها يمين وشمال، لا عمل لنفسه زبون وربى اسم وصيت والكل بيحلف واتحكى بيه. بالك انت لو ربنا رزقني بواحده زي الست زبيده دي، شوف اخوك هيعمل ايه ساعتها بقى. لا تقول لي الحاج سلامه ولا الحاج عبد الظاهر الفيومي. انت فاكر الزباين اللي بيجوا المحل دول بيجوا عشان خاطر عيون الحاج سلامه؟ لا، بيجوا عشان خاطر اخوك. كل دول هيبقوا زبايني، خصوصا صنف النسوان. خلاص يا اخويا شد حيلك، وقع علينا واحده متريشه من اياهم. تصدق بايه؟ لا اله الا الله. حاصل. يعني ما قلتليش الكلام ده كان من سنه. البت كانت ميته فيا ومصره، واتفقنا على كل حاجه في الجواز. جم اهلها قالوا لها ايه ده؟ الجوز بياع في محل لا عنده فلوس ولا مستقبل. شفت بقى ان الحكايه مش سهله زي ما انت عارف، ولا على راي المثل ادي مالك للي عنده مال وادي ولدك للي عنده ولاد. انا عارف الكلام ده، انت فاكرني اهبل؟ خلاص يا اخويا بقى خدها من قصيرها وشوف واحده من توبك، وقال على راي المثل على قد لحافك مد رجليك. بس انا رجلي طويله قوي يا شباب، يعني عايز الحاف كبير قوي. تصبح على خير يا شلبي. وانت من اهله، خد بالك لا تقع من على السرير. يا متولي يا متولي اصحى يا متولي، اصحى يا متولي. اصحى. ايه في ايه؟ ناس عايزينك على التليفون. على التليفون؟ هي الساعة كام؟ انت لسه هتسأل؟ معاك حق. يلا ايه؟ صحيت. صباح الخير. الو، مين؟ اهلا. يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح النور. ايه ما بتسأليش ليه؟ لا ابدا. طيب امتى وفين؟ متولي، انا امبارح بالليل جسدت النبض تاني مع اهلي، ولقيتهم ان هم مستعدين يوافقوا على جوازنا. معقول؟ اهلك وافقوا انك تتجوزي واحد زيي؟ لا، ما انت ما تعرفش انا عملت ايه. انا هديتهم اني هموت نفسي، ووريتهم ازازه التم اللي انا كنت شايلها معايا. عمي قال خلاص، المهم ان يرفع قيمتك في وسط الناس. يعني ايه؟ مش فاهم. هو انا ماليش قيمه؟ لا يا حبيبي، يا حبيبي الدنيا مظاهر. بص انا قلت لهم اني مستعديه اشتري لك محل، يعني مش هتبقى بياع. اكيد انا بحلم. اقرصيني عشان اعرف انا صاحي ولا نايم. يا حبيبي انا مش قلت لك اني مش هقدر استغنى عنك ابدا. بص من بكره تنزل تدور لك على اي محل، تشوف انت عايز تتاجر في ايه. انا ماليش غير تجاره واحده.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا هادي يا رب. اطلع على السلم. يلا تقيلة. حمل على الباب، حمل على الباب. ايوه ايوه، ارفع من اليمين شويه. كده يا متولي، كده يا راجل يا دون. ايه؟ في ايه يا صباح؟ ثم ايه التكرمه دي؟ يعني مش عارف في ايه؟ هي دي اخرتها يا متولي؟ تخلى بيها وتروح تتجوز واحده غيري؟ ولا كان في بيني وبينك ايه؟ انا كنت عشمتك بحاجه؟ وجريك ورايا ده كان عشان ايه؟ انا كنت بجري وراك، انت لازم كنت بتحلمي، انت جايه ترمي بلاويكي عليا. انا يا راجل يا ناقص. يا بنت الناس، انا قلت لك 100 مره قبل كده انا ما انفعكيش. فقير يتجوز فقيره هيخلفوا شحاتين. انت زيي، انت عايزه اللي يشدك من الفقر اللي انت غرقانه فيه ويرفعك لفوق، يعيشك في العز والنعيم والأبهة، وتبقي ست هانم مش عدم المؤاخذه خدامه. صدقيني الكلام اللي بقوله لك ده عشان مصلحتك. على قد ما كلامك شديد وقاسي، لكن محدش يقدر يقول انه غلط يا متولي. خلاص حطيه حلقه في ودانك وشوفي حالك. معك حق. لا لا لا، مش متوسطنه كده، وسطنها كويس. من يمين شويه، خدها يمين شويه. لا زودتها، ارجع شمال. لا لا، حاسب تقع لحسن يبقى فال وحش. تاني يا متولي. لا، لازم اغطي نفسي كويس بعد كده. بنت يا صباح، انت يا بنت ما تفتحي متولي يا بنت. الله، حاضر، رايحه اهو وانا هقطع نفسي. مش سامعه؟ ايه؟ مش تقول صباح الخير الاول؟ خير؟ انت يجي من وراكي خير ابدا. دايما ظالمني كده يا متولي، ده مفيش حد في الدنيا يتمنى لك الخير قدي. عايزه مني ايه تاني؟ عايزه مني ايه تاني؟ انت حتى مش سايباني في منامي وكاتمه على انفاسي. بالذمه؟ حتى ما قدرتش اتهنى في الحلم. بركاتك يا خالتي. بتقولي ايه يا بت؟ دلوقتي تهدى وتروق ونبقى سمنه على عسل. انا وانت نبقى عسل. مش عارف اقول لك ايه عشان تفهميني. جواز ومش هتجوز، هو الجواز بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، بالمفهوميه يا سي متولي. هي كلها طلعت شمس، وهتيجي حد عندي تطلبني لنفسك وتترجاني، وساعتها بقى هبقى افكر كده. أيوة. طيب امال انت ليه يا واد مش عايز تتجوز لحد دلوقتي؟ مع انك بتعرف ربنا كويس، ليه مش عايز تكمل نص دينك؟ انت عندك كام سنه دلوقتي؟ انا داخل في 36. لا كتير قوي. اللي زيك متجوزين وعيالهم ماشيين جنبهم. ولا انت يعني لا سمح الله في حاجه؟ حاجه ايه يا حاج؟ حاجه يعني تمنعك من الجواز؟ اعوذ بالله يا حاج، لا انا شخص سليم. لا مفيش حاجه من اللي في دماغ حضرتك دي. امال ممانع ليه لحد دلوقتي؟ انا مش ممانع، انا نفسي اتجوز النهارده قبل بكره. محدش محتاج الجواز قد يا حاج، ما انت عارف انا عايش وحداني ومتلطم. ما احنا بنقول الكلام ده. ايوه بس مش الاول الاقي اللي توافقني يا حاج. على العموم اختار انت العروسه اللي تناسبك ومالكش دعوه بالباقي. ربنا يخليك ليا يا حاج. انا عايز لك زوجه تصونك، انا بخاف عليك يا واد. ادي انت شايف زبايننا هنا في المحل كلهم صنف الحريم، فيهم اللي عينيهم زايغه وفيهم اللي عينيها تندب فيها رصاص. شفتني من يوم ما كنت هنا في المحل رفعت عيني في وش واحده ست، الحمد لله ربنا يكفينا شرهم.
انت يا حاج ربنا يكفيك شر اي حاجه وحشه. ده انت معاك ست زبيده. انت عارف ست زبيده دي ايه؟ دي ست ستات. خلاص اختار لك واحده تملى عينيك وتحفظك من الحرام. باذن الله يا حاج. انا خلاص هفكر في كلامك. انت لسه هتفكر يا ابني؟ الايام بتجري ويوم ورا يوم ورا يوم هتلاقي نفسك كبرت خلاص. اذا كنت واثق فيا سيبني انا اختار لك عروسه بمعرفتي، وان شاء الله هتعجبك وهتبقى راضي عنها. لا اكراه في الدين ولا اكراه في الجواز. ربنا يقدم لي في الخير. عن اذنك يا حاج. مع السلامه. ربنا يهديك يا متولي. انما قول لي يا متولي، انت بتقعد يا اخويا تتودود مع الحاج واحنا بنتغدى، بتقولوا ايه ده كله؟ وانت عايز تعرف ليه عكاشه؟ ما تخليك في حالك احسن. بصراحه يا عكاشه انا سمعت الحاج جايب له سيره الجواز كذا مره. حقيقي انت ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه يا متولي؟ وبعدين معاك انت وهو. هو الحاج جايب لك عروسه؟ ليه انا عايز يجوزوا البنت الصباح اللي بتشتغل عندهم؟ بصراحه لايقه عليه قوي. انا مش فاهم هو الحاج واخدك في عتبه كده ليه؟ ما احنا صبيان وزينا زيك. كمان عاوز يجوزك بمعرفته؟ ما تفوتها سيره انت وهو. خلاص يا فرج. جاهز يا ريس. يلا اخويا، يلا اخويا انت وهو، يلا الفراخ نامت، يلا عشان تيجوا شغلكم بدري. ولا يهمك يا عكاشه، انا لو وضبت له حته ناموس هيطلع من نافوخه. هتعمل ايه يعني؟ فاكر يد البت اللي بتيجي المحل وما بترضاش حد يبقى لها غيره؟ يا عم افتكر مين ولا مين؟ البنات اللي بيجيلوا كتير. يد البت الحلوه المايسه دي وشعر اصفر وعيون زرقاء. ايوه افتكرتها. مالها دي؟ اهو كل يوم على الحال ده، اقعد اعيد وازيد معاه في الكلام مفيش فايده. الواد زي ما يكون هايب الجواز. يمكن يا حاج بيحب واحده ومش قادر يتجوزها. لا من ناحيه دي اطمني، ده انا لساني غالب معاه. على العموم انا مستعد اكفل بالجوازه دي لغايه ما يدخل على عروسته. يا حاج هو الجواز كله مصاريف؟ لا، المفروض ان هو كده يبقى هيبه وقيمه وسيمه عشان يملى عين عروسته واهلها. وانا يعني لما اتجوزتك كان ليا قيمه يا زبيده؟ ده انا كنت حيالله لا رحت ولا جيت. ايوه يا حاج، بس الحب بقى، الحب يا حاج ما بيفرقش بين غني وفقير ولا نسيت. انسى ازاي بس؟ ما انا لسه غرقان في الحب. هو في حد في الدنيا اتهنى زي يا زبدتي؟ بس الواد متولي ده في سر مخبيه عليا. هيكون سر ايه بس يا حاج؟ سر مش قادر يفتحني فيه او يفتحه قدامي. والله انا خايفه لا يكون لايف على واحده متجوزه يا اخويا، وعشان كده مش عاوز يتجوز. لا يا زبيده، الواد متولي مش بالصنف ده. عمر ما حد شافه مع واحده ست. الواد مراعي ربنا كويس. مش انا دايما اقول لك يا حاج انه غير اللي عندك كلهم، وخصوصا الواد المعفن اللي اسمه شوقي ده. يا ساتر على تقل دمه ورزالته. الواد ده لو ما كانش عندكم عيال انا كنت كرشت له. اي والله يا حاج عندك حق، ده رزل. دستور عملت له كل اللي وصيتيني عليه، دلقت له الميه وشبشبت له مفيش فايده. على راي اللي قال اللي ما يجي وباله مشروح طريق السلامه من هنا ويروح. يا بنت يا عبيطه، هو بس اللي نجمه تقيل ما بيوقعش بسهوله. يا مصيبتي، ما ده لا يكون واحده من تحت بطن الارض عشقاه. دستور حابس حابس. ده ايه البخت ده؟ ما لقيتش غيره من دون الرجاله. ولا يهمك ولا يهمك يا بنت اختي،